احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا يتعزز مع تأييد زعماء الحزب الجمهوري في الكونغرس قرار أوباما باستخدام القوة ضد القوات الحكومية السورية. لهذه الضربة فاتورة اقتصادية تتوقف قيمتها على حجمها وأمدها، ففي الجانب الأمريكي تتعلق الكلفة العسكرية المباشرة بالعتاد المستخدم وكميته، فصاروخ توماهوك الذي يجري إطلاقه من السفن والغواصات الأمريكية كلفته تقدر بنحو $1.5 مليون تقريبا. أما ساعة الطيران الواحدة لطائرة F-22 الأمريكية فتقدر $68,000. وفي حال كانت الضربة محدودة على حد قول الأمريكيين فإن عدة أيام من الحرب ستكلف موازنة الدفاع الأمريكية مئات ملايين الدولارات. الأسابيع الأولى من الحملة على ليبيا كلفت نحو $600 مليون. علاوة على ذلك تبرز تكاليف غير مباشرة جلها يتعلق بسعر النفط، فهناك توقعات بصعود سعره إلى $150 للبرميل في حال احتدام المواجهة. ورغم تأثر الاقتصاد الأمريكي بارتفاع سعر النفط بطبيعة الحال، إلا أنه من اللافت بحسب خبراء أن الآثار ستكون أشد وطأة على بلدان أخرى، بينما سيحصد آخرون فوائد بالمقابل. ارتفاع سعر النفط ب50% عن سعره قبل نحو شهر سيكون له أثر في غاية السلبية على النمو الاقتصادي في أنحاء العالم كافة تقريبا، باستثناء قلة من المستفيدين مثل بلدان الخليج النفطية وربما نيجيريا أيضا. وبالنسبة لروسيا فإنها لن تتأثر بوجه عام بارتفاع سعر النفط، ويمكن القول عموما إن البلدان التي ستتلقى الضربة الأكبر هي التي لا تتمتع قاعدتها الإنتاجية بكفاءة عالية نسبيا، وتتصدر الهند والصين قائمة هذه البلدان. الفوائد ستكون أيضا من نصيب شركات التصنيع العسكري الأمريكي التي قد تستغل فرصة ضرب سوريا لإعادة النظر في قضية خفض الإنفاق العسكري الأمريكي عبر مجموعات الضغط المختلفة. فموازنة البنتاغون ستخسر حوالي $500 مليار في غضون 10 سنوات، منها ما يزيد عن $50 مليار عام 2014 وحده. ويرى خبراء أن الولايات المتحدة في هذه الظروف تعول على دعم حلفائها في تحمل فاتورة الحرب سياسيا وماليا. حرب العراق وأفغانستان أظهرتا أنه رغم قوة الاقتصاد الأمريكي هناك حدود لإمكانات الولايات المتحدة التي تتطلب لذلك دعما من حلفائها في الناتو، ليس في إطار الدعم المعنوي فحسب بل في المضمار المادي أيضا. ومن هنا ينبع الحديث عن إمكانية تمويل السعودية جزءا من نفقات الحملة العسكرية، ولا سيما على خلفية العجز الهائل في موازنة الولايات المتحدة الذي بلغ نحو $1 تريليون في العام الماضي. وعلى الجانب السوري فمهما كان حجم الضربة وأمدها فإن وضع اقتصاد البلاد المأساوي سيزداد سوءا، ولا سيما في حال استهداف منشآت البنى التحتية. المواطن السوري البسيط الذي خسر كل ما يمكن خسارته أو يكاد سيتحمل فاتورة كل ذلك ربما لأجيال قادمة.